السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. انا النهارده ان شاء الله باذن الله اعمل بتنجان مخلل، وهعمل جنبيه شويه بطاطس. انا دايما لما بحب اكل حاجه بيبقى جنبيها بتنجان مخلل، بصراحه بياكل وبيخلي الواحد ياكل فعلا. هي اكله خفيفه وحلوه، واكله مصريه جميله وبتنفع على الفطار وممكن تنفع على العشاء. اقول لكم بقى دلوقتي المقادير بتاعه البتنجان المخلل. احنا جايبين بتنجان، جبته غسلته وقطعت كل بتنجانه نصين عشان احمرها كويس، لان انا لو عملت البتنجانه وحمرتها وهي سليمه هتفرقع في وشي. انا لازم اقسمها نصين عشان احمرها حلو. وبعد كده جايبه بقى عملت فلفل قطعته، وقطعت قوطه لان انا بحب مع المخلل قوطه. وقشرت الثوم، وان شاء الله باذن الله هحط عليه كمون وفلفل اسود ان شاء الله، وشويه ملح. هوريكم بقى الطريقه ان شاء الله. هنجيب الكبه وهنحط فيها ادي الثوم في الكبه، ادي كده حطينا الثوم، وهحط معاه القوطه. كل ده في الكبه. انا بحب القوطه كتيره، بحبها كتيره قوي في المخلل، وساعات بعمل والله قوطه مخلله. وادي ايه الفلفل كده حطيناهم مع بعض. وهحط لكم بقى عليه شويه كمون على شويه ملح. دلوقتي احنا حطينا خلاص الفلفل اهو، وحطينا حطينا الثوم وحطينا القوطه. هحط بقى شويه ملح عليه، ادي حطينا الملح اهو. وهحط برده شويه كزبره كده صغيرين، انا ما بحبش اكتر في الكزبره بصراحه. وهحط ايه تاني؟ وهحط كمون. خلاص حطينا الكزبره وحطينا الكمون. ونحط بقى الفلفل الاسود. ادي كده حطينا بقى ايه، حطينا الفلفل الاسود والكمون. وبعد كده بقى هضربها في الكبه ان شاء الله باذن الله. وبعد كده هحط بقى ايه الخل، هروح حاطه عليها خل وليمون هيديها مزازه حلوه. ماشي، يلا هنروح نضرب دلوقتي وهنرجع تاني. دلوقتي بنضربها في الخلاطه ايه كده، ضربناها في الكبه خلاص. خلصنا الخلطه في الكبه وعملناها خلاص، فرمناها. هنحط لها بس الليمون والخل وهروح اقلي بقى البطاطس والبتنجان وهرجع لكم تاني. احنا حطينا هنا الزيت خلاص اتقدح اهو. ولعت عليه اتقدح. هحط البطاطس. دلوقتي احنا خلاص طلعنا البطاطس وحطينا البتنجان. ولما طلع البتنجان ان شاء الله هوريكم بقى البتنجان والبطاطس بعد ما اتحمر. ودلوقتي طلعنا خلاص البطاطس اهي استوت، طلعناها. والبتنجان خلاص اتحمر، طلعناه. هنبتدي بقى ايه نحشي البتنجان دلوقتي عشان احنا هنعمله بتنجان مخلل. وفي شويه انا شلتهم لوحديهم، دول ايه يعني ممكن يتاكلوا كده من غير ما يتخللوا. وفي شويه برضو خللتهم، وهخلل برضو ده وهحطه عليه وهوريه لكم بعد ما احشيه كله. وادي البتنجان اهو خلاص حطينا عليه الخلطه. بصراحه اكله تحفه وبسيطه بسيطه جدا والله، جميله. حطوها جنب الاكل والله بيخلي الواحد ياكل فعلا. انا بحبه جنب الاكل البتنجان المخلل، ما احبش اشتريه من بره. انا لما باجي اشتري والله بتنجان مخلل اقول لهم، لما بيكونوا بيجيبوا معاهم فول وطعميه اقول لهم هاتوا بتنجان مخلل جنبيه، ابص الاقي البتنجان مقلي بس ومحطوط له شويه ملح وخلاص. بس ده بقى بصراحه لما حطيت عليه الخلطه طعمه تحفه وريحته جميله جدا. انا بقى حطاه، واكله بسيطه اهي. ادي بتنجان وبطاطس وعيش وشويه جرجير. اكله حلوه تتاكل في الفطار، تاكلوها في العشاء، ومغذيه والحمد لله. واشوفكم في وصفه جديده. والحمد لله كده خلصنا. دي وصفه بسيطه موجوده في كل بيت مصري، يعني كل بيت مصري بيعمل بتنجان مخلل بطاطس، يعني اكله بسيطه وحلوه. ان شاء الله اشوفكم بقى في وصفه جديده. باي.